معاكم دكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالاكسجين النشط وعضو الجمعيه الالمانيه للعلاج بالاكسجين النشط وعضو الاتحاد الدولي للاكسجين النشط. حابب اتكلم معاكم النهارده عن الاكسجين النشط والسكر. مرض السكر هو من الامراض القاتل الصامت زي ما بنقول، لان هو بيبقى المريض كويس جدا وفجاه بيحصل المضاعفات بتاع السكر. السكر نفسه مش مشكله، لان السكر ممكن يتظبط بانسولين، باقراص، بدايت، لكن مشكله السكر في مضاعفات السكر، انه بيعمل تصلب شرايين، يخلي الكوليسترول السيء ال LDL اللي هو قليل الكثافه يترسب جوه الشرايين والاورده يضيقها، وبالتالي يمنع كميه الدم والاكسجين تقل في كل حته. فيجي المريض دايما بيشتكي بشكشكه وتنميل وحرقان في الاطراف، ضعف في النظر، ضعف في الذاكره، تعب في الكلى والكبد، لانهم دول اكتر حاجتين بيشتغلوا. الاكسجين النشط هو من احسن الحاجات اللي بيدوب الكوليسترول والدهون، وبالتالي بيوسع الشرايين وبيخلي كميه الدم تزيد اكتر، وبالتالي يبقى التنميل والشكشكه والحرقان باذن الله يبدا يقل، ضعف النظر يبدا يقل، يتحسن عن الاول، الذاكره تبدا تتحسن. كمان هو بيقضي على كل انواع الالتهابات. من ضمن مرض السكر القدم السكري. القدم السكري معناه ان الدم والاكسجين ما بيوصلش للقدم، العيان مش حاسس برجله فبيحصل جرح بسيط، بعد كده البكتيريا تنشط فبيبدا يشيل جزء من القدم لحد ما بتوصل لا قدر الله ساعات لبتر فوق الركبه. مع الاكسجين النشط هو بيحسن الدوره الدمويه فبيخلي الدم يوصل للقدم، البكتيريا نفسها تبدا تموت وتتقتل، يعمل تجديد للخلايا اللي موجوده، فالجرح اللي موجود يبدا يحصل له التئام. وبالتالي في حالات كتيره جدا من القدم السكري بعد ما اتخذ قرار ببتر فوق الركبه، العيان ماشي على رجليه وكويس جدا ومفيش اي مشكله. الجرح اللي بقاله فتره طويله اكتر من سنتين ما كانش بيلم، هو بيلم تاني وبيرجع لطبيعته تاني، العيان بيمشي على رجليه وما بيفقدش اي جزء منه. الاكسجين النشط موجود في مركز هيلث كير، وان شاء الله هنكون معاكم في كل حته في مصر، نوصل لكم احسن خدمه وباحسن كواليتي. كنت معاكم دكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالاكسجين النشط وعضو الجمعيه الالمانيه للعلاج بالاكسجين النشط وعضو الاتحاد الدولي للعلاج بالاكسجين النشط من هيلث كير.